والناس النهارده مثلا بتهاجم اتحاد الكوره ومجلس الاداره. كل مرحله مم. كل مرحله ليها مكانتها وليها ظروفها. المقومات بتاعتها. مفهوم. انك انت ممكن لو اي حد كان موجود برضو في المجلس الموجود اداؤه ما كانش هيختلف، لان انت في مرحله تتكلم عن المجلس الحالي ولا حالي. اه؟ يعني الناس بتهاجم مم. والناس يقول لك في اتحاد الكوره مش عارف ايه. لا، انت بتتكلم على مرحله صعبه جدا. بس يعني ايه لو حد تاني موجود كانش الاداء هيبقى مختلف؟ ما ممكن كل واحد يدير بطريقته يعني انا مش بتكلم على كرئيس اتحاد، انا اه بتكلم على المجموعه كلها. اه يعني الاستاذ جمال علام من الناس اللي انا اتعاملت معاها. آم، مش هنتكلم عن نظافه اليد لانه حاجه لا، هو محترمه شخصيه محترمه جدا. الناس لما جدا. بتختلف مع استاذ جمال علام بتختلف في شغل، في جانب اداري، هو في برضو اسلوب اداره. هو برضو القماشه اللي موجوده هي اللي موجوده. امم يعني مش هيقدر يغير على رتم معين هو شغال فيه، امم مسابقات شغال فيها. امم طب ما اتعمل دوري المحترفين ده، اه انا اكتر واحد كنت معارض للاستاذ جمال فيه. اه قلت له مش هينجح، امم لكن هو نجح. اوكي. ولازم نديله حق وندي الكابتن عامر ان يبقى في دوري محترفين بالشكل اللي اتعمل السنه اللي فاتت ده. امم حاجه محترمه جدا. امم طب بتقول لي طب انت كنت مختلف ليه؟ كنت بقول لك ان انا يعني شايف ان الموضوع هيبقى صعب جدا ان انا اهمش انديه واصعد انديه. لا، هي النقطه اللي الناس برضو بتتكلم فيها ان يبقى في نادي ممكن في الدرجه الثالثه يعتبر يصعد دوري ممتاز. كل ما ده كل الحاجات دي برضو كانت كل ده غريبه. كابتن امير انا كنت مختلف فيه، اه لكن ثبت ان هم صح. يعني انا لما مشي الدوري صح ليه؟ صح ان هو نجح الدوري. يعني ايه معايير كان النجاح؟ المعايير النجاح انه كان دوري قوي. اه يعني دوري ادى قوة اكتر من الدوري القسم الثاني اللي كان موجود، امم ودخلك في دايرة الضوء. يعني دخل الأندية المشاركة في دوري المحترفين، ان بقى فيه اهتمام، امم فيه اهتمام للدوري المحترفين. السنة دي اعتقد ان هيبقى فيه اذاعة لكل الماتشات. اه يعني قصدي اقول لك ادى خلاص الاضواء لدوري اه بقى في المحترفين. سبوت عليه يعني. اه طبعا، اه لكن انا مع حضرتك طبعا اجيب واحد قسم الثالث وممكن يصعد للممتاز. دي ما كان حصلتش هيحصل. ما حصلتش في اي حته. كان هيحصل. كان هيحصل. بس لو يعني حاجه غريبه، اه فكره غريبه جدا. يعني ما انا بقول لحضرتك ممكن ننتقد، لكن بنقول في الاخر امم وصولهم للقوة بتاعت الدوري دي يعتبر ان موضوع يعني مجدي. امم لكن انا بقول ان مجلس الادارة اللي موجود خلال الثلاث سنين، هم سنتين ونص تقريبا، هيكملوا الشهرين اللي جايين. شايف ان هم حاولوا اه وبذلوا مجهود، اتهاجموا كتير، انتقادات كتيرة، لكن في الاول وفي الاخر انت بتقول يعني كل واحد فيهم بيحاول يبذل كل ما عنده. البعض بياخد، انا عارف ان كل واحد فيهم بيحاول يبذل كل ما عنده وكل حاجه، لكن البعض بياخد على اتحاد الكره الحالي تحديدا ان هم يعني ما عندهمش جرأة في اتخاذ بعض القرارات، او مش اصحاب قرار قوي. واخد بالك، الناس شويه بتتكلم او بيتاخد على اتحاد الكره الحالي كده، او ممكن ما يكونوش ملومين بامور كتيره جدا، او في امور كتير جدا بتعدي عليهم. ما بيركزوش بخصوصها. يعني مثلا عندك موضوع جواب بتاع تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا الاهلي والوداد وكلام من ده، ماتش اتلعب مره واحده في الوداد، بعض الامور الاخرى وحاجات كتير جدا بتعدي على اتحاد الكره الحالي. واكم هذه الامور، يعني مثلا تيجي تتكلم على موضوع فيتوريا والعقد بتاع فيتوريا والمشكله الكبيره، والراجل اللي عامل شكوى في الاتحاد الدولي عايز ياخد بقيه عقده رغم ان كان فيه شرط جزائي 3 شهور، واحنا كاتحاد قلنا لا ملوش حاجه. فدخلنا في سكه تانية ان احنا ممكن ندفع رقم وقدره. ما في حاجات كتير قوي بتعدي على المسؤولين الحاليين في اتحاد الكوره. تعليقك ايه؟ في موضوعات معينة بتبقى انت القرار بتاخده في توقيت ما يديكش فرصة اصلا اه للتفكير. يعني انت لما تيجي بتتعاقد مع فيتوريا مثلا، امم ضيق الوقت والضغط عشان ماشي. المنتخب داخل مسابقات اه وبرضه فشل اللي قبليه او مش فشل اللي اللي قبليه. قبليه لا ما لا ما فشلش. فشلش، لكن قصدي كيروش. اقول لك طريقة انهاء التعاقد. امم كان قبل فيتوريا مين؟ كيروش. كيروش يمكن. الراجل تقريبا انطفش يعني. لا هو ما طفش برضه، ما هو القصة كلها هي برضه الناس الأجانب دول ما عندهمش العواطف المصريين. امم يعني أنا كنت دايما أنا أقول يا جماعة لازم مدير كان فني كيروش ولا كابتن حسام بدري؟
لا لا، كابتن حسام بدري جه بعديه كابتن ايهاب جلال ايوه لا هو كيروش فعلا. كيروش صح لكن انا بكلم حضرتك، لا انا كنت سعيد جدا بالكابتن حسام بدري انه يبقى مدير فني منتخب مصر، مم. من افضل المدربين في مصر. طبعا انا شايف كابتن حسام بدري ما خدش وقته ما خدش خالص. وقته. كابتن ايهاب جلال ربنا يشفيه يا رب. ويعافيه يا رب. اه يعني من المديرين الفنيين، او من رموز الكوره في مصر، الخلوق المحترم. اه برضو ما خدش، الوقت كان صعب جدا. مم. فانا اعتقد ان التعاقد مع فيتوريا كان امور صعبه بالنسبه، مش ضعف للاتحاد. اوكي. يعني اتخاذ القرار وتوقيع العقد مش ضعف من الاتحاد. وعاوز اقول لحضرتك، اوعى تفتكر حضرتك ان في عقد بيتمضي في اتحاد الكوره ما بيروحش وزاره الشباب والرياضه. طبعا لازم نروح. فبالتالي بعد اذن حضرتك انت تراجع وشفتوا الكلام ده كله، ان كان في سلبيه فيه، يعني الموضوع ما بيبقاش اتحاد الكوره بس، اه الماديه بالذات بس الامور. بس للامانه لما العقد راح اتراجع في الوزاره بعد مشكله فيتوريا، اه فالناس في الوزاره قالوا ايه؟ قالوا لا الناس دي ليها مستحقات 3 شهور او ليها شرط جزائي 3 شهور. بعد ما كان الاستاذ جمال علام قال لك لا، في اصل بند او في حاجه معينه وكلمه معينه تقول الشؤون القانونيه في الاتحاد قالت لا ما يحقلوش حاجه خالص وكلام من ده. فدخلنا في سكه احنا ممكن ندفع رقم كبير قوي يا استاذ عارف يا كابتن امير، انا عشان زي ما قلت لك في بدايه الحديث معاك، ان انا في امور معينه امم ما بحاولش حتى اقراها. اه انا بعدت عن الملف ده مفهوم. او عن الموقع ده. ما بحاولش حتى لا يعني لا انتقد امم ولا افكر ولا اناقش حاجه زي كده، امم حرصا على الناس اللي موجوده. مفهوم. لكن انا عاوز اقول لك على حاجه، لما تيجي تتكلم في امور ماليه في وجود الاستاذ جمال علام، اه لا طبعا ما حدش يقدر لا يقرب الحاجه هو دي. لا هو كمان نمكي. يعني هو انا اتعاملت معاه اه 4 سنين. هو كراجل مالي وكان طول عمره شغال في مدير فنادق امم مالي. لا في الحسابات والماليات، امم في الجنيه بيتكلم. اوكي. فبالتالي اكيد ايوه كان ليها يعني عقد الراجل ده اكيد كان ليه حسابات تانية. بس الحسابات طلعت غلط. ليه؟ مم. لان دلوقتي في شكوى واحنا اللي بنتحايل دلوقتي على الراجل فيتوريا نقول له بعد اذنك خد ال3 شهور بس. هو اه دلوقتي عايز بقيه العقد كله. هو اه كان عامل عقد كبير برضه 4 اه سنين. اه هو محدش اقول يقول قعد كده. سنه ونص ولا سنتين، فبقيه السنتين التانيين او سنتين ونص كتير. رقم ده اه كان في 250 مليون معاك جنيه. انا طبعا اكيد يعني. فدي نقطه من النقاط المهمه. تفسيرك ايه الجواب بتاع الكاف اللي اختفى بخصوص تنظيم نهائي دوري ابطال افريقيا؟ مفيش حاجه اسمها اختفى، يعني مفيش حاجه اسمها ايه حضرتك، اتشال في الدرج. ولا يقدر حد يشيل في طب ايه الدور. اللي حصل؟ تفسيرك ايه للموقف ده؟ لا بصراحه يعني بدون تعليق. امم لكن هو النادي الاهلي بالذات يعني اه ما ينفعش اي حاجه تخص النادي الاهلي تحديدا، امم لان النادي الاهلي هو اللي بيمثل مصر. عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه النادي الاهلي، طبعا ما بيتكلم انه اهلاوي. لا مش بتكلم عن النادي الاهلي، انا بتكلم النادي الاهلي اللي بيمثل هو اللي مصر. بيمثل مصر دايما مفهوم. في كل المحافل الدوليه. اه ما يجيش حاجه زي كده ويجي مسؤول او عضو مجلس اداره او رئيس اتحاد يقول لهم لا نيموا الجواب ده. امم امر صعب جدا. امم في امور معينه اتحاد افريقي وكده، وفي حسابات يعني تانية. عايز تقول ان في كواليس اخرى في طبعا القصه مليون دي. في المية. امم لكن مش اتحاد الكورة، ولا يقدر اي مسؤول يغفل حاجة زي كده او ي- يعني يتجاهل حاجة زي كده. تمام. طيب آه هل انت راضي عن شكل الدوري المصري واحنا في الوقت اللي بنشوف حوالينا دوريات بتتقدم جدا جدا؟ في مثلا دوري سعودي عنده امكانيات تسمح له انه ان الدوري يصنف دلوقتي من الدوريات الكبيره في العالم كله مش بس في المنطقه. الدوريات على الاقل منتظمه في شمال افريقيا، في عدد كبير من الدول العربيه الافريقيه كذلك. هل وحضرتك عضو رابطه الانديه المحترفه، هل راضي على الدوري المصري، سمعه الدوري المصري دلوقتي؟ رايك ايه؟ انا قبل ما اكلمك على الدوري هكلمك على الرابطة. اه انا طبعا وانا برضو في الاتحاد كنت عضو رابطة الاندية، اه وكنت انا واللي صفية برضو. ماشي. يعني انا اخر رابطة اتعملت في اتحاد الكورة اه كان برئاسة المهندس محمود الشامي، وكنت انا عضو رابطة ممثل الاتحاد امم واللي صفية. اوكي. بس ما كانش في رابطه. يعني المهندس محمود الشامي كان هو من النوع اللي ما بيمسك اي منصب بيبقى حريص جدا انه يعمل منه حاجه. اوكي. بس طبعا هو مع اول شهر اتعينت الرابطه ماتت الرابطه. يعني امم البقاء لا في ازاي؟ الرابطه.
ما كانش يعني، وانا بقى في الاتحاد فما كانش في رغبه من الاتحاد. يعني الكابتن هاني قال لازم نعمل رابطه الانديه، اوكي. واختار المهندس محمود الشامي امم واختارني لوصفي، والانديه اختارت الناس، وكان حابب جدا يعمل رابطه الانديه. اعضاء مجلس الاداره، انت عارف كان مجلس الاداره كان حقيقي كان من اقوى مجالس الادارات، ماشي. لان كلها اسماء كبير. طبعا. ماشي. كابتن شوبير، كابتن مجدي طبعا. عبد الغني، مهندس احمد مجاد، وخبرات، وكابتن اوكي. سيف زاهر. لكن ما كانش ليهم رغبه ان يبقى في مجلس رابطه. لما ليه قالوا ما فيها، كانش ليهم رغبه؟ ما هو انا في اتحاد الكوره، مش هتيجي تشاركني بقى في الكوره؟ تمام. اوكي. ما تسيبني انا كانوا بقى. باصين لها من طبعا. المنطلق. وبعدين هتاخد مني الدوري. ما هو اه اتحاد الكوره فاهم. دوري ومنتخبات، امم فانت والدوري هو اللي يهم المواطن المصري. اكيد. هتيجي تاخد مني الدوري؟ ف مع ان ده كان بيحصل عادي في العالم كله يعني. العالم كله مالوش دعوه، مصر وضعها مختلف. ماشي. العالم كله يحصل فيه، فبالتالي لا، ما تاخدش مني الدوري اللي عامل شكل الاتحاد. فالمهم لما عملوا رابطه الانديه المحترفه ورشحني اتحاد الكوره، كان مهندس احمد مجاد هو رئيس الاتحاد، واصر على وجودي انا واللي هو صفي. اوكي. انا ما كنتش ناوي ولا حابب ولا خالص. يعني بعدت وخلاص، قلت لا، انا ملف اتقفل بالنسبه لي، وانا